قبل قليل انتهت المقابلة الرياضية بين الأرجنتين والجزائر. الأرجنتين معروفة كرويا، بلد قوي حقيقة، وبطل كأس العالم قبل 4 سنوات، يقابل الجزائر المنهكة في جميع المجالات، اقتصاديا، سياسيا، تربويا، في جميع المجالات. جزائر تدار من طرف جنرالات مجرمين وضعتهم فرنسا على سدة الحكم منذ 1962 إلى يومنا هذا. الشعب يجوع، يعطش، يهان، يذل، اجتماعيا صفر، أخلاقيا، تربويا، دينيا. شعب ليس له دور في الحياة. ومؤسسة العسكرية في الجزائر لا تقوم بإنجاز مصنع واحد من أجل الاقتصاد في الجزائر، ولكنها استطاعت أن تجلب أبناء اللاجئين الجزائريين الذين ذهبوا إلى فرنسا في الخمسينات والستينات. أبناؤهم أصبحوا يلعبون كرة القدم. كرة القدم جابهم هذا النظام، وجاب على رأسهم لا أدري كيف يسمى، من أوروبا الشرقية، حلزونوفيتش ولا لا أدري، المدرب بالمليارات. ومع ذلك خسروا بثلاثية نظيفة في المقابلة الأولى، ليس 0-0. في المقابلة الأولى خسروا بثلاثية ل0. يعني هذا يدل على أن عندما تكون عندك دولة ضعيفة في جميع المجالات، كيف لها أن تنجح رياضيا؟ أبدا. البرازيل من أقوى الدول الذين يصنعون الحافلات والسيارات، كل الدول تقدمت إلا الجزائر التي لها الموارد التي لا يحلم بها العالم. الجزائر من أغنى الدول العربية، ومع ذلك شعبها يموت بالجوع والرخص والطحين. يريدون أن ينجحوا في المجال الكروي. حتى ولو أخذتم كأس العالم، ماذا أنتم فاعلون؟ الشعب يجوع، نساؤكم في السجون، نساؤكم في المعتقلات. الرجال الذين يقولون كلمة بالحق إما في المعتقل وإما يهربون عبر قوارب الموت في البحر. عدد العائلات في النظام المجرم، في نظام العصابات، بالمئات العائلات الذين ذهبوا إلى أمريكا كي يشجعوا هذا الفريق المنهزم، هذا الفريق الذي يمثل شعب جبان. والله يحكي لي بعض الإخوة أنهم خسروا ملايين من الدولارات في الفنادق، لمدة شهر. كل عائلة من عائلات العصابة التي تحكم الجزائر خسروا الملايين عبر فنادق لا تقل عن 5 نجوم. لماذا؟ كي يشجعون فريق رجليهم مثل رجلين المعيز. عندما يكون عندك نظام لص حرامي نصاب، أعرف أنك لن تنجح حتى في المجال الرياضي، لن تنجح. يا الشعب الغبي.